حاجه النهارده ان انا اتعافيت من الطبيخ ومن غسيل المواعين. اغسلي بضمير. انت بقى جاهزه انت. اغسلي المواعين بضمير. ايوه كده اغسلي. تعالي قولي عنك يا اختي يا حبيبتي، اغسل الطبقين اللي فاضلين. ما انا لقيتك متبرعه قلت خلاص خليها تكمل بقى عشان انت تكملوا الحلل. انت ستفي الارض دي ليه بقى ان شاء الله؟ اشمعنى انا يعني؟ ما ولادك اللي هدين. وما انتوا ولادكم كمان ما ولادكم انتوا كمان بيلعبوا وهدين الارض. بس انت كانت الارض نضيفه قبل ما تيجي، ولادك لما جم هم اللي هدوا الارض دي. يعني انا اللي عامله المشكله؟ قومي يلا ستفي. امري الى الله. يلا يلا يا بابا انت هو من هنا، احنا ما صدقنا خالتكم روقت الحته كده. يلا من هنا ماما اهو. يلا من هنا. ده بيت العيله، امي هتطردنا بره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أي حد منكم يا بنات يدخل الفيديو يصلي على النبي في التعليقات عشان كلنا ناخد حسنات. ولو أول مرة تدخلي القناة ما تنسيش تشتركي فيها وتضغطي على زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك إشعار بيه. هنا كده يا بنات بيت أبويا الله يرحمه، الله يرحمه يا رب ويرحم أموات المسلمين جميعا. تقريبا كده اول مره اصور معاكم هناك. هنا كده بوريكم ان بيت العيله لما العيال بتتجمع، اللي بيحدف كرة في حد، اللي نازل يجري على السلم عشان يلحق يروح يجيب صواريخ. والعيال بقى لما بتتجمع ولاد اخواتي وبنتلم على بعض، والعيال الصغير العيال الكبيره نزلت تجري على السلالم عايزين يروحوا يجيبوا صواريخ ويجيبوا حاجات عشان يفرقعوا كده. وهنا العيال الصغيره واقفين على السلم. في عندنا اعمار ورا بعضها كده، مش كلهم عمر واحد. اللي عارف ينزل بيجري ينزل، واللي مش عارف واقف على السلم في جنب. وانا بحبهم وهم بيحبوني، روحي فيهم كلهم. ربنا يبارك فيهم يا رب ونفرح بيهم، وربنا يبارك في عيالكم وتفرحوا بيهم يا رب جميعا. ربنا يديم لمتنا الحلوة دايما يا رب، وما يفرقنا عن بعض ابدا، ويديم لمتكم انتوا كمان يا بنات مع حبايبكم كلكم. هنا كده بقى انا كنت وصلت ودخلت على المطبخ، لقيت ست الحبايب بتعمل السلطة، واختي بتعمل الاكل، وماما طبخت حاجات، واختي مساعداها ومخلصة حاجات. انا عايزة اقول لكم اليوم ده كنت برنسيسة، ما عملتش اي حاجة، واخواتي كانوا مفقوعين مني. انت جاتك لا جاهز. ربنا يخليهم ليا. طبعا احنا بنهزر مع بعض وهم عارفين ان انا ما ببقى تعبانة ما بعملش حاجة وبيشيلوني، ولو انا سليمة بدخل ايدي بايدهم. دخلت كده على المطبخ لقيت ست الحبايب بتحب تعمل البسلة كده صينية في الفرن، بيبقى طعمها خطير يا بنات، جربوها. ربنا يخليها لنا ويدي لها الصحة لآخر يوم في عمرها، ويطول في عمرها يا رب. وهنا اختي حبيبة ام احمد الغالية كانت عايزة تعمل نجريسكو، وعملت الفراخ وجهزت كل حاجة على اساس هتعمل نجريسكو، مجهزة الموتزاريلا ومجهزة كل حاجة. حتى البشاميل اللي كانت مخففاه عشان النجريسكو. فاحنا جينا في الاخر قلنا لها لا، خليها قطعه بقطعتها عشان العيال الصغير. تمام ماشي يا اولاد هنعمل طب انا هبصوا هرضيكوا، انا مش هتقل البشاميل وهعمله زي النجريسكو بس هنرصها زي البشاميل. يعني بصي هي حبه ترضي الكل، وعشان العيال لما تيجي تاكل بياكلوها كده خرطه بخرطتها كده يعرفوا ياكلوا. انما النجريسكو العيال عايزين حد ياكلهم، وطبعا كنا كلنا متجمعين ومش هنعرف ان هو زي ما تبقي قاعده في بيتك متحكمه في ابنك، هتاكليه هتشربيه مش هيوقع مش عارف ايه الحاجات دي. وانا كده كنت ماسكه الموبايل قاعده اصورهم وهما بيعملوا الحاجات الباقيه. يعني كان باقي بس صينيه المكرونه تقريبا، والفراخ كانت هتتحمر، وماما ربنا يديها الصحه هي اللي حمرتها زي ما انتوا شايفين كده. الجبنه الموتزاريلا كانت لا هي مش تقريبا موتزاريلا، كانت ميكس جبن. الجبنه دي كانت ميكس يا بنات، هي بتحب تعملها الوش بالجبنه الميكس. ربنا يخليكي يا حبيبتي يا غاليه وتفرحي بابنك يا رب. هنا كده انا سمعت العيال جابوا الصواريخ وجم، سبتهم طبعا في المطبخ وطلعت جري ورا العيال، لان انا عارفه انه هيجيبوا صواريخ وسلك، السلك اللي بيولعوه ده يا بنات ويقعدوا يلعبوا بيه فيطلع نار. فانا طلعت جري وراهم، بس طبعا انا ما صورتش المقاطع دي لان انا صورت بس الصواريخ. هنا كده كانوا قاعدين يولعوا في السلك، وانا قعدت ازعق لهم. السلك كان ولع وسح في شبشبه اهو، وكان بيحوشوا. قعدت ازعق لهم اقول لهم بلاش سلك ومش عارف ايه وكده. انا بخاف عليهم لانهم بيقعدوا يلفوا بيه فبينطر عليهم شرار، فخايفه حد منهم يتلسع او يجراله حاجه. فضلوا بقى يعندوا في بعض، اللي يولع صاروخ والتاني يدوس له عليه ويفرقعوا.
ربنا يخليهم لنا يا رب ونفرح بيهم، ويخلي ولادكم وحبايبكم اليوم اللي بيبقى في بيت ابوكي وامك ده بالدنيا وما فيها، لمة اخواتك حواليكي وولاد اخواتك حواليكي بالدنيا وما فيها. وانا بعشق القعده على السطح، واقف كده ابص على الخضره اللي هناك دي، انا بقرب لكم عشان تشوفوها. وبحب قعده السطح، احنا اكتر الوقت لما بنروح هناك بنطلع نقعد على السطح. ملحقتش اوريكم المنظر ودخلت اجري على عيال تاني وهما بيفرقعوا، بحب اتفرج عليهم وهما بيفرقعوا. بحس ان احنا رجعنا سنين كتير من عمرنا لما بنقعد نفرقع كده. احنا كان ايام زمان يا بنات، ايامنا احنا كان اسمه بومب لو فاكرينه، اللي هو المدور ده اللي نقعد ننفخ فيه ونقوم خابطينه في الحيطه يقوم مفرقع. كان ايامكم يا بنات ايه فيهم؟ ايام جميله. وهنا العيال برضو اللي بيلعب بالكره الصغير، والكبير بيفرقع صواريخ ويلعبوا هنا. وطلعت وقفت معاهم شويه، ووقفت هنا في الجنب اللي انا بحب اقف فيه اتفرج. الطريق هنا قريب من على طول، يا دوبك بيتين كده وبيبقى الطريق قدام البيت على طول. يعني لما بقف على السطح ببقى شايفه الطريق كده، وهنا الارض الخضره كده اهو. شوف الطريق يا بنات، القعده هناك جميله. خلصنا طبعا على السطح ونزلنا قعدنا بقى مع بعض شويه، وكانوا خلصوا المطبخ وطلعوا، وعايزه انزل بقى. نزلنا احنا كمان من على السطح انا والعيال وكده، وطبعا العيال قعدوا بقى يلعبوا. والعيال لما بتتلم على بعض بيضربوا بعض وبينكشوا في الارض، وماما كانت مخليه الارض نظيفه ومستفاها وكده. العيال بهدلتها بقى. فطبعا انا جيت هنا قعدت اقول لهم ده ينفع ده ما ينفعش، قومي يا بنتي ستفي الارض دي، مش ولادك اللي هدينها مش عارف ايه كده، زي ما انا كنت سايبها لكم في اول الفيديو. حتى لا ده هم كده ما بهدلوش حاجه يا بنات، عشان احنا كنا قاعدين على السطح. العيال انتوا اكيد عارفين، عندكم عيال ربنا يخليهم لكم، وعارفين لما العيال بتتلم ولاد الخالات بقى على بعض، وولاد العمام وولاد الخلان، حرفيا العيال بتبهدل الدنيا. واحنا بنفرش السجاده القديمه دي كده على قطعه الركنه دي عشان فوقها الشباك. العيال لما تيجي طالعه ولا نازله على الشباك ما تبهدلش الركنه، تبقى يا دوبك دي كده محافظه عليها يعني عامه، يعني سجاده قديمه. انا بعتذر طبعا على هزة التصوير، معلش غصب عني يا بنات. الهزة بتاعت التصوير دي في ايدي انا، تمام، لان مش متحكمة قوي اصور بايدي يعني، عشان ما فيش ستاند، فانا مش متحكمة اصور بايدي قوي، فهتلاقي في هزة جامدة، معلش اعذروني. هنا كده ربنا يخلي حبايبكم يا رب، ويخلي لمتنا العدد بتاعنا بيزيد. فطبعا احنا بنحط كراسي كتير والمكان مش واخد. جه جوزي قال لي ماما هاتي الترابيزه التانية. ماما عندها ترابيزه تانية كمان بتاعت سفره محطوطه تحت في الجراشات بتاعه البيت من تحت، وهي مرضاتش، قالت لا هنتلم كلنا على ترابيزه واحده بحيث ان كلنا نقعد جنب بعض، ما تقسم لناش القعده يعني. المهم جينا ساعه الاذان، عايزه اقول لكم الاذان اذن واحنا كنا لسه ما حطيناش الاكل. والعيال هنا كانوا بينحوا فيا، يا خالته احنا اللي هنصب العصير، وهم اللي قاعدين يعدلوا الكوبايات عشان نصب العصير. اليوم بيبقى تحفة يا بنات، مهما كنا بنساعد بعض او حد بيعمل او محدش بيعمل، اليوم بيبقى جميل واللمة بتبقى حلوة. ربنا يديمهم نعمة في حياتي يا رب، ويخليهم ليا، ونفضل ملمومين بقيت عمرنا يا رب. وبنبدأ بقى هنا نجهز السفرة، وحد في المطبخ وبيغرف، وحد ياخد منه، حد يقطع المكرونة وحد ياخد منها كده يا بنات، بنساعد بعض ايد بايد كده. عايزه اقول لكم ان احنا كنا لسه بنحط في الاكل وكان الاذان اذن، والرجاله كمان شربت العصير. انا شربت العصير بتاعي بعد الفطار، والله ما لحقتش اشربه. اللي تعالي هنا واقعدي هنا ومش عارف ايه، والترابيزه مش واخده بقيه الاكل عشان عددنا كبير وعايزين نقعد. فكانت القعده المره الجايه هنوسع نفسنا شويه ونوسع الكراسي شويه، او نعمل اي حاجه تانية. احنا حطينا حتى الترابيزه الصغيره دي عشان نزود زي ما انتم شايفين كده، نزود مكان يعني. وهنا كان الاذان اذن من بدري، كان لسه ماما بتقطع الفراخ عشان تبدا تستف الترابيزه، وما عادش مكان واخد حاجه يعني، ما عادش حاجه، الترابيزه ما عادش عليها مكان ان انا احط اطباق تانية. كانت عامله لنا بسله ومكرونه بالبشاميل وفراخ محمره وباميه وسلطه ورز، وكمان جابوا لنا عيش ملدن بس ما اتصورش معانا، وعامله لنا فاكهه وحلويات. يعني ربنا يجعله عامر ومفتوح دايما بحسك يا ماما.
لمة الام، لما الام بتبقى موجودة وتلمنا وتحاجي علينا وتلمنا على بعض بالدنيا وما فيها يا بنات. خلصنا اكل واخواتي غسلوا المواعين. بقول لكم انا اليوم ده كنت برنسيسه، ما عملتش حاجه غير ان انا اكلت فاكهه واكلت حلويات وشربت العصير وقاعده مكاني بصور بس، والله العظيم. بس طبعا ده مش دلع مني، انا كنت تعبانه وهم لما ببقى تعبانه ما بيخلونيش اعمل حاجه خالص. ربنا يخليهم ليا ويخلي حبايبكم ليكم يا رب. انا صورت لحد هنا بس يا بنات. بقيت الحاجه بقى ما صورتش. خلصنا بقى وقعدنا بقى مع بعض. فما حبيتش بقى ان انا اضيع حتى القعده اللي بعد الفطار وافضل اصور. فاستنوا بقى بقيه الفيديوهات ان شاء الله. والى اللقاء في فيديو جديد. دمتم بخير دايما. هنا كده يا بنات كنا بنحاول نخلي، معلش انا نسيت اقول لكم دي، نحاول نخلي الاطباق كلها زي بعضها عشان ميبقاش حد اكل حاجه ومحدش اكل منها. فالحاجه اللي كانت الحلويات اللي كان منها 3 4 قطع بس كنا بنقطعها بالسكينه عشان كلنا ناكل مع بعض. وكلنا ناكل زي بعض، محدش ياكل حاجه ومحدش ما ياكلهاش، فاهميني؟ وطبعا الاطباق دي راحت للرجاله مع العيال الكبيره الشباب، واحنا قعدنا ناخد من بعضينا كده بايدينا، ما حطيناش في كوبايه في اطباق ولا حاجه، وبتبقى طعمه احلى من الطبق. قسما بالله بتبقى لها طعم. خدي دي وتديكي في بقك وتاخدي دي من بقها. ربنا يخليهم ليا يا رب ويخلي حبايبكم جميعا يا رب. كده يا بنات يكون الفيديو خلص النهارده معاكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.